مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا وهي المكرونه البشاميل. ولو اعتمدتي طريقتي على فكره هتعجب البيت عندك قوي، لان انا والله من الحاجات اللي انا مشهوره بيها عندي في العيله هي المكرونه البشاميل. بصوا يا حبايب قلبي، انا هنا جبت 3 بصلات كبار وخليتهم بس يا دوبك. انا ما بحبش عصاج المكرونه ياخد لون، يا دوبك ان هم دبلوا. ونزلت عليهم بنص كيلو من اللحمه المفرومه، ونزلت عليهم ببهارات فلفل اسود، جنزبيل، شعره من نص معلقه جنزبيل، معلقه شاي، نص معلقه قرفه، بهارات لحمه، كزبره، شعره من الكمون، مرقه دجاج. تمام يا حبايبي. احنا كده عصجنا مع بعض اللحمه لحد ما تشرب الميه السوائل اللي هي بتنزلها. يبقى انت كده خلصتي تعصيج اللحمه. تعالوا بقى هنعمل بشاميل. حطيت 4 معالق اكل من الكبار دقيق، ونزلت عليهم بماده دهنيه ولازم يكون فيها زيت، لان الزيت بيخلي الدقيق يفرفر، ما بيتمسكش معاكي ولا بيكلكع. وفي نفس الوقت يكون ايدك فيها مضرب سلك بتضربي كويس جدا. تمام يا حبايبي. انا دي كانت كميه اللبن 1.5 كيلو من اللبن. نزلت بمرقه وفلفل اسمر، ودوقي بقى ساعتها الملح. تمام. وقلبته كويس. بالنسبه برضو في العصاج ما تنسيش ماده دهنيه برضو مع اللحمه اللي هي الزيت والزبده. تمام يا حبايبي. وكده خلصنا البشاميل امتى هتعرفي ان هو بقى كويس؟ لما يديكي قوام المهلبية اللي هو مش خفيف، اللي هو الوسط. تحسيه كده وانتي بترفعيه كده، بيديكي كده سمك كده ايه حلو كده، كريمي. تمام. بصوا يا حبايبي، انا هنا سلقت المكرونه بس انا ما شطفتهاش. فكره عدم شطف المكرونه ما بتخليش المكرونه تفك منك وانت بتقطعيها، وما تحتاجيش ان انت تحطي عليها بشاميل. بس لما تعملي المكرونه البشاميل ومش عايزه تشطفيها، تخليها هي اخر خطوه تعمليها بعد تعصيج اللحمه وبعد البشاميل. انا هنا حطيت 2 معلقة كبار من القشطه اللي هي بتاعت وش اللبن. اكيد انتوا برضو زي بتحوشوها، بس انا الاول كنت باكلها سندوتشات حلاوه بالقشطه. دلوقتي لا، بحطها في الاكلات. بص يا حبايبي، انا كنت ممكن بالنسبه للمكرونه اقسمها رق ورق، لكن انا بحب اقلب اللحمه المفرومه مع المكرونه، على اساس لو في دهون كده خفيفه نازله من اللحمه اللي هي العصاق كده بسيطه قوي، بتحسيها ان هي بتطري المكرونه لما بتقلبيها مع بعض. وبنفس الوقت بتدوقي طعمها. لو لقيتيها عدبه ممكن بتحطي الملح اللي هو بيبقى متوازن معاكي، فاهماني؟ دلوقتي انا نزلت فيها باللحمه اللي انا قلبتها مع العصاج، نزلت بيها في صينيه. تمام يا حبايبي. وبعد كده هنزل بالبشاميل. انت لو عايزه تحطي معلقتين بشاميل مع المكرونه لتعزيز الطعم عادي، بس انت كده كده مش شاطفاها، ما تخافيش، مش هتفك منك. نزلت بقى بالبشاميل بتاعي عادي على المكرونه. على فكرة المكرونة بيبقى طعمها حلو جدا، حتى لو قعدت عندك في البيت لتاني يوم بيبقى طعم البشاميل بتاعها كريمي جدا جدا. بس ما تنسوش تقولولي مين بيحب الحلاوة بالقشطة زيي وكان بياكل وش اللبن ويقلبز. بصوا يا حبايب قلبي، انا حطيت البشاميل على المكرونة. تمام. وسويته خالص، يعني ما البشاميل ده كان مقدار اللبن 1.5 كيلو من اللبن، ومقدار المكرونة اللي أنا عملتها. بصوا حبايبي، أنا كان عندي نص كيلو من المكرونة، وكان عندي يعني كيسة تانية فيها زي ربع كيسة، يعني أقل من كيلو إلا ربع، حاجات بسيطة. تمام. ما يفضلش ان انت تعملي المكرونه البشاميل تبقى تخينه قوي، يعني خلي مقدارك كده. المكرونه الرقيقه بيبقى طعمها حلو قوي. بعد ما حطيت البشاميل، حطيت برضو حبه من القشطه تاني من هي بتاعت وش اللبن. تمام. بصوا انا مش من الناس اللي بعمل مكرونه بشاميل كتير، فتلاقيني لما بعملها دسمه قوي، عشان مش عشان حاجه، عشان يعني الولاد ما، يعني كلنا عاملين دايت في البيت عموما. بصوا بعد كده حطيت جبنه موتزاريلا على وشها، بعد ما سويتها في الفرن حوالي 6 دقايق على الفرن من تحت. بعد كده فتحت الشوايه وحطيت الجبن. الجبنه دي كانت موتزاريلا، ما حطيتش ميكس لان كانت كل الحاجه مظبوطه معايا. الميكس بيبقى الشيدر شويه حادقه. تمام. فانا حطيت جبنه بس موتزاريلا. انا هنا بص بقطعها لكم، سبتها طبعا تبرد. انا وسبتها، بصوا شايفين ان هي طالعه بسم الله ما شاء الله، كانت القطعه بقطعتها. اتمنى ان انتوا تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.